السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصاوب واحد الشهيوة مغربية اللي ضروري ما كتكون في المائدة الرمضانية المغربية، واللي هي البريوات باللوز معسلين. أكيد شهيوة اللي غنية عن التعريف. اليوم غنقدمها لكم بطريقتي بلا ما نطول عليكم. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير في بقية الفيديو. من بعد ما فسخت داك اللوز غنقسمو على زوج. نص كيلو غنخليه كما هو، ونص كيلو غادي نقليه. اذا هاد اللوز اللي ما مقليش غادي نطحنو مزيان. الطحنه الاولى بوحديتو، والطحنه الثانيه غنزيد عليه 250 غرام ديال السكر خشن اولا سنيده. اذا هنا صافي. من بعد ما طحنت اللوز الطحنه الاولى، هذا هو الشكل ديالو. يعني كتحسوا به بدا كيتعلك. لاحظوا معايا، واخا هو كيبان هكا بحال بودغ، ولكن ملي كنضغطوا عليه كيتعلك. اذا غادي نزيد عليه هذاك السكر الخشن كيف ما قلنا، قياس 250 غرام. يعني في كيلو ديال اللوز غنديروا ربعة ديال السكر الخشن. غادي نخلط هذا السكر مع اللوز ونعاود نطحن الطحنه الثانيه. صافي. هنا من بعد ما عاودت طحنت هذاك اللوز مع السكر كيكون هذا هو الشكل ديالو بحال هكا. غادي نمشي دابا لهذاك اللوز اللي قليته، وحتى هو غادي نطحنو ونزيدو على هذا اللوز اللي مع السكر. صافي. من بعد ما طحنت هذاك اللوز المقلي كنخلطو مع اللوز الاول اللي طحنته مع السكر. غادي نزيد شويه ديال المسكه الحره اللي دقيتها. استعملت القليل فقط، واحد 4 ديال الكريكيبات صغار لا غير. هي صحيح انها كتنسم، ولكن ما خصناش نكثروا باش ما كيتحجروناش البريوات في القليان. غنزيدو كذلك شويه ديال القرفه، تقريبا قياس معلقه صغيره ونص. غادي نزيدو زبده مذوبه تكون من النوعيه الجيده، يعني الزبده الحيوانيه. حتى كندوبوها عاد كنعبروا 4 المعالق كبار. طبعا الزبده كنديروها فوق العافيه، كنحيدوا لها الكشكوشه عاد كنستعملوها. صافي. وهنا غادي نخلط كلشي المكونات ديالي. انا نفضل انني نعجنها بيدي وندعكها مزيان. اذا هنا من بعد ما خلطت المكونات كلها غادي نزيد شويه ديال الماء زهر باش غادي نجمع. ما غنزيدش بزاف لان اصلا العجينه ديالي يعني هي كتجمع. زيد تقريبا واحد 4 5 المعالق كبار. نتوما على حساب واش اللوز ديالكم يدم، يعني ما غيحتاجش سوائل بزاف، او لا الا كان ناشف راه غيحتاج سوائل. المهم زيدوا شويه بشويه وعينكم ميزانكم. صافي. اذا دابا انا جمعت العقده ديالي. زدت مازال 2 معالق ديال الزهر، تقريبا استعملت 7. اذا غنبدا ناخذ من العقده وكنشكل كويرات. طبعا الحجم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم نتوما قداش باغيين ديروا البريوات. اذا كنديرهم بحال هكا كويرات كنحطهم جانبا. نحاولوا غير نديروهم بنفس الحجم باش يجيونا البريوات بنفس القياس. ملي كنساليو تشكيل الكويرات ديالنا كنغطيوهم بحال هكا بلاستيك غذائي، نتفاداو اننا نخليوهم معرضين للهواء باش ما كينشفوش ويبداو يتفرتوا ملي نجيو نشكلوا البريوات ديالنا. على بركه الله غادي نبداو نعمروا البريوات ديالنا. اذا خديت الورقه ديال البسطيله قطعتها بهذا الشكل. انا بغيت البريوات ديالي يجيوني شويه صغار، فدرت فيها تقريبا هذا الشريط، تقريبا واحد 4 سنتيمتر بحال هكا. اذا انا عندي هنا الورقه مدهونه بالزيت باش ما كتنشفش، وغادي ناخذ واحد الكويره ديال العقده ديال اللوز وكنبدا كنطوي البريوه ديالي بهذا الشكل.
تاكدوا من انها مسدوده مزيان من جميع الجهات. وهنا عندي شويه ديال الماء مع الدقيق باش غادي نسدو الورقه ديالنا. صافي بنفس الطريقه نواصلوا. دائما بالنسبه للورقه الجهه اللي كتكون ملسه هي اللي كتكون من التحت. على بركه الله غادي نبداو نطيبوا البريوات ديالنا. اذا هنا درت شويه ديال الزيت سخون، غادي في الاول ننزل غير وحيده حتى كنجرب نتاكد من ان الزيت سخونه. عاد كنزيد ننزل حبات اخرى يطيبوا في مره واحده. اذا غادي نخليو هاد البريوات كيتقلاو على عافيه اللي تكون اقل شويه من المتوسط، يعني ما كيبغيوش العافيه تكون مجهده بزاف باش ما كيتخطفوش، لان داك الورقات او الطبقات ديال الورقه اللي لداخل واللوز باش كيوصلهم الطياب كتخص العافيه تكون مهيله. اذا غادي نردوا معاهم البال غير يبانوا لينا خداو هذا اللون بحال هكا ذهبي، كنحيدوهم ما نخليوهمش يتحمروا بزاف لان هذاك اللوز كيتحرق وكيقصح. هنا عندي عسل اللي تكون بارده كنزل فيها هذوك البريوات وهما باقيين سخونين من بعد ما كنكونوا قطرناهم من الزيت، وغادي نخليهم في هذا العسل اطول مده ممكنه باش كيتشربوا مزيان. يعني ماشي غير نديرهم في العسل ونحيدوهم، كنخليوهم شويه بحال مرطبين في هذا العسل اولا مغطسين فيها باش كيدخل لهم العسل للقلب ديالهم. اذا صافي من بعد ما كنخلي هذوك البريوات في العسل يعني واحد المده اللي طويله، يعني قلت لكم شحال ما خليتوها مزيان كتشرب مزيان، غادي نقطرهم حتى كينزل منهم هذاك الزائد ديال العسل. وصافي ديك الساعه كنقدموهم يا اما هكا مباشره او لا يمكن لكم تزينوهم حسب الرغبه بشويه جنجلان شويه اللوز مهرمش، كيتقدموا مزينين بالوريقات ديال الورد البلدي. كيبقى التزيين حسب الاختيار، انا فضلت انني نقدمهم بحال هكا كيف ما هما. نتمنى انكم تجربوا طريقتي في تحضير البريوات باللوز، وما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في تعليق في حاله ما كنتو جربتوهم. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بتشجيع، لايك، تعليق، بارطاج ديال لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. وإلا كنتو كتشوفوا القناه لاول مره مرحبا بكم، ما تخرجوش قبل ما ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس للتوصل دائما بالجديد. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع شهيوه واحده اخرى.